نهاية المتعة والمدعكة في اليوم التاريخي من دوري أبطال أوروبا. 64 جول في 18 ماتش. لو أنت كنت بتتفرج على ماتش معين ومعاك برنامج بيجيب لك الأخبار والأجوان أول بأول، فأنت هتلاقي تليفونك كان عمال شغال تني 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 كل دقيقة تقريبا كنت هتلاقي جول في أي ماتش من ال 18 ماتش. بصراحة يوم مثير من دوري أبطال أوروبا وتجربة جديدة جدا كلنا عشناها وكلنا تقريبا حبيناها. مفيش واحد ما حبش تجربة دوري أبطال أوروبا السنة دي إن أنت 18 ماتش يكونوا في نفس الوقت. لا، حاجة حلوة جدا. انزلوا قولوا لي برضه انتوا رأيكم من رأيي ولا لا. فكرة 18 ماتش في نفس الوقت وأنت عمال تنقل ما بين ده وده وتشوف نتائج ده وتشوف نتائج ده وتشوف مين جاب جون، شوف ترتيب المجموعه وصل ايه، فدي كانت متعه. لو انت برضو كنت متحمس للموضوع ده ومتابعه انزل كده في الكومنتات قول لي ويلا بينا كده نشوف هنتكلم في ايه. بدايه كده انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدونوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن اليوم التاريخي من دوري ابطال اوروبا ده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، ويلا بينا كده نشوف معانا ايه النهارده. احنا اول حاجه هنتكلم فيها نتائج الماتشات. تعالى كده نتكلم في ال 18 ماتش سريعا كده، ومين كسب ومين خسر ومين كان ممكن يامن صعوده من اول 8 بس خسارته وطلعته للملحق. فتعالوا كده نشوف الماتشات والنتائج. ليل بيفوز على فاينورد 6-1، لايبزيج بيخسر 1-0 من فريق اسمه شتورم، سبورتنج لشبونه وبولونيا بيتعادلوا 1-1، استون فيلا بتكسب سيلتيك 4-2، ليفركوزن بيكسب سبارتا 2-0، دورتموند بيكسب شختر 3-1، اتليكو بيكسب سالزبورج 4-1، انتر بيكسب 3-0 على موناكو، دينامو زغرب بيفوز على ميلان 2-1 وبيخرجوا من اول 8 عشان ينزلوا الملحق، بنفيكا بيفوز على يوفنتوس 2-0، باريس سان جيرمان بيكسب شتوتجارت 4-1، وبايرن بيكسب فريق سولوفان 3-1، ارسنال بيكسب جيرونا 2-1، ايندوفن في مفاجاه كبيره بيكسب ليفربول 3-2، ومان سيتي بيحافظ على حظوظه في دوري الابطال وبيكسب كلوب بروج 3-1، برشلونه بيتعادل مع اتلانتا 2-2 وبيضيع صداره دوري الابطال، وريال مدريد بيكسب بريست 3-0. طيب دول كده كانوا 18 ماتش، وخلينا بعد كده نروح لترتيب دوري الابطال عشان بعد الترتيب نتكلم في ماتشات الملحق والماتشات المتوقعه لدور ال 16. ترتيب دوري الابطال دلوقتي: ليفربول المركز الاول، برشلونه الثاني، ارسنال الثالث، انتر الرابع، اتلتيكو خامس، ليفركوزن سادس، ليل واستون فيلا سابع وثامن، وليل واستون فيلا هم اللي دخلوا من اول 8 بعد ماتشات النهارده. يجي بعد كده اتلانتا في التاسع، دورتموند العاشر، ريال مدريد وبايرن 11 و12، ميلان ال 13 واللي خرج من اول 8، ايندهوفن 14، باريس سان جيرمان 15، بنفيكا 16، موناكو، بريست، فاينورد، يوفي، سيلتيك، مانشستر سيتي اللي بيخش من اول 24، وسبورتنج لشبونه وكلوب بروج. طيب خلينا بقى نخش كده على ماتشات الملحق على طول. احنا كنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان التاسع والعاشر هيلعبوا ال 23 وال 24. خلينا كده نبص على التاسع والعاشر على طول. التاسع والعاشر هم اتلانتا وبروسيا دورتموند. على الناحيه الثانيه ال 23 وال 24 هم سبورتنج لشبونه وكلوب بروج. طيب بعد كده قلنا ان ال 11 وال 12 هيلعبوا ال 21 وال 22. ال 11 وال 12 هم بايرن ميونخ وريال مدريد، هيلعبوا السلتيك ومانشستر سيتي. طيب بعد كده اتكلمنا ان ال 13 وال 14 اللي هم اي سي ميلان وايندهوفن هيلعبوا ال 19 وال 20 اللي هم فاينورد ويوفنتوس. واخر حاجه اتكلمنا فيها ان ال 15 وال 16 هيلعبوا ال 17 وال 18. ال 15 وال 16 هم باريس سان جيرمان وبنفيكا، ال 17 وال 18 هم موناكو وبريست. طيب خلونا بقى نتكلم عن كل اربعه والفرقتين اللي هيلعبوهم من اول 8: موناكو وبريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان. الاربعه دول اعتقد باريس سان جيرمان هو الوحيد في الاربعه اللي عنده فرقه تاهله ان هو يصعد مستريح على اي حد من الاثنين اللي هيلعبوا. طيب الاربعه دول لو طلع منهم اثنين هيلعبوا مين؟ هيلعبوا ليفربول وبرشلونه اللي هم الاول والثاني. طيب لو جينا اللي بعد كده اللي هم الثالث والرابع، ارسنال وانتر، الاربعه اللي المفروض هيكسب منهم اثنين يلعبوهم هم اي سي ميلان، ايندهوفن، يوفنتوس، فاينورد. اعتقد ان الاربع فرق متكافئين جدا وما نقدرش نخمن مين الاثنين اللي يقدروا يصعدوا من الاربعه دول، بس الاثنين اللي هيصعدوا هيلعبوا ارسنال وانتر، واعتقد مواجهات سهله لارسنال وانتر. طيب لو جينا بعد كده للخامس والسادس اللي هم اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، والاربعه اللي هيطلع منهم اثنين يلعبوهم دول تقريبا حظهم نحس. الاربعه اللي هيلعبوهم منهم مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وريال مدريد. وطبعا واحد من الفرق دي اكيد مليون في الميه هيطلع، مش عارفين الثاني، ممكن سيلتيك يعمل مفاجاه مع انها بعيده جدا. فمانشستر سيتي على ميعاد مع ماتش نار سواء بايرن ميونخ او ريال مدريد. والسابع والثامن اللي هم ليل واستون فيلا معاهم الرباعي اللي هيصعد منه اثنين: اتلانتا، دورتموند، كلوب بروج، وسبورتنج لشبونه. بصراحه ماتشات الملحق شكلها هتبقى ماتشات حلوه جدا، والثمان فرق اللي هيصعدوا من الملحق ده مستنيهم كمان 8 فرق تقال جدا جدا جدا. بصراحه النسخه الاولى من دوري ابطال اوروبا بشكلها الجديد لحد دلوقتي مكفيه وموفيه على الاخر، ماتشات حلوه جدا
كل جوله بنلاقي ماتشات بين اتنين كبار، وكل جوله بنلاقي مفاجآت جديده جدا، ويكفي اننا لحد اخر جوله احنا متحمسين لكل الماتشات. جماعه السنين اللي فاتت كنا بنلاقي على الجوله السادسه معظم المجموعات اتحددت مين هيصعدوا فيها، باستثناء مثلا مجموعه الثاني ما اتحددش فيها. انما احنا بنتكلم في الشكل الجديد ده، احنا لحد النهارده مش عارفين اول 8 مين فيهم هيصعد ومين فيهم هينزل، من التاسع لل 24 مش عارفين مين فيهم هيصعد لاول 8. ممكن كان اي حد فيهم معرض ان هو يهبط ما يصعدش اصلا للملحق. لا، فبصراحه النسخه الاولى دي بينت ان هي دوري الابطال من اول ماتش لحد اخر ماتش هيبقى فيه اثاره، مش فكره ان انت لا احنا هنستنى لحد دور الثمانيه وخلاص. انت بتتكلم دلوقتي ان في ماتشات الملحق مانشستر سيتي هيلاعب واحده من بايرن ميونخ او ريال مدريد، واللي هيصعد فيهم هيلاعب واحد من اتلتيكو مدريد او باير ليفركوزن. فاحنا هنشوف ماتشات من اول الملحق لحد دور ال 16 قويه جدا. احنا الماتشات اللي زي دي ما كناش بنشوفها غير في دور الثمانيه. فبصراحه انا مبسوط جدا جدا من النظام الجديد ده، ومن الماتشات القويه والممتعه قوي اللي خلانا نشوفها بدري بدري، مش لازم نستنى لحد دور الثمانيه او نص النهائي عشان نتفرج عليها. وبس كده، دي كانت حلقه سريعه بنعرف فيها بس ماتشات الملحق وماتشات دور ال 16 المتوقعه هتكون ايه، وماتشات النهارده كتيره قوي دي، وترتيب الفرق بعد نهايه الجوله. فلو الحلقه عجبتكم والموضوع كان ممتع، ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.